انا مستغربه ازاي تصنيعه طلع بالسهوله دي كلها. الموضوع كان كبير قوي، كنت فاكره ان هو الموضوع كبير، بس شوف هو هيعمل ايه. حرفيا انا انبهرت في الاخر من حلاوه اللي هو بيعمله. يلا بينا نشوف هو هيعمل ايه. قبل اي حاجه بس متنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، اهم حاجه عشان اي فيديو اعمله يوصل لكم. يلا بينا نكمل الفيديو. بصوا بقى، هو هيفضل. انا بحب قوي اتفرج على الحاجات اللي هي بتاعت النجارة او الحاجات اللي هم بيصنعوها. بيبقى عندي فضول الحاجة مثلا اللي قدامي دي اتصنعت ازاي، او الحاجة اللي انا بستخدمها اتصنعت ازاي. هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناة. ويلا بينا نكمل. بصوا، انا فضلت لحد اخر الفيديو انا مش فاهمة هو بيعمل ايه اصلا. يعني انا كنت اللي هو ايه ده، انت بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه بجد؟ يعني بتعمل حاجة مثلا حيوانات تخش فيها ولا معرفش. لحد ما في الاخر فهمت هو عمل ايه، وطلع بجد خطير و... وعجبني قوي شكله. انا مش هقول لكم هو ايه، انا اتفرجت على الفيديو على الاخر، بس هخليكم انتوا كمان تشوفوا عشان تبقوا عندكم فضول زي ما كان انا عندي فضول كده. وفضلت اتفرج على الفيديو لحد ما فهمت هو عمل ايه. ولو انتوا كنتوا عارفين هو عمل ايه في الاول، انزلوا اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات. يلا بينا نكمل. حتى بقى حاجه كده زي سفنجة، يعني بعرفش يعني ليه، او انا ما كنتش عارفة ليه، بس لحد ما فهمت. دي سفنجة تانية. يا ترى عرفتوا هو ايه، او يا ترى عرفتوا هو صنع ايه؟ مش عارفة بقى انتوا عرفتوا ولا لأ. انا عن نفسي والله العظيم وحياة صيامي انا قعدت كل ده عمالة اقول هو بيعمل ايه، لحد ما في الاخر اكتشفت هو عمل ايه. والصراحة الصراحة هو فنان، يعني بجد ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. وفنان يعني شغله حلو قوي. وحاسة ان هو شغله بضمير كده. بيخيط بقى الفرش. ها، عرفتوا ولا لسه؟ عرفتوا ولا لسه؟ شكله خطير يا جماعة في الاخر والله العظيم بجد. بصوا بقى، هيقص بقى كل الزيادات دي وهيدبسها وهيحط الرجل. عرفتوا بقى هو عمل ايه؟ بطريقة سهلة قوي وبطريقة جميلة وبإبداع. وبجد يعني ما شاء الله عليه خطير. بصوا الكرسي وجماله. طلع كرسي بس في الاخر عسل، كرسي عسل بجد وحلو قوي. تسلم ايدك والله، جميل قوي ما شاء الله، عسل قوي.